ونشكركم ياسر الكل وربي يفضلكم من الفريق للفريق. انا الكل استاد اسبيرونس الكل. ونشكر عز الدين برشا نشكر زهير اللي هذا اللي دار وريقلني وعملني ما خليني حتى شيء مخصوصه. يرحم والدين والدي ربي يخليه ربي يخليكم الكل. ونشكر سي انور الحداد ما نقولكمش كل شهر يقول لي يجا يعطيني سي جيجا راهو في جيجا سي أفضل سي بوغاديني جاب لي تلفزة ما عنديش تلفزة جاب لي سي عبد المجيد يراها وني قبل يربح انتوما يرحم والدين والدي وجاب لي اسمه اللي جاب لي القصعة عبد الحميد هرقيل كثر خير وخير خير خير ولدنا والبارد توك يجيتوني هكا راهم رجالي الله يبارك رجولي احتمل ورا جاني وراه يحس فيكم ونمشي راه نحكي له نقول وراه جاني فلان وبعد فلان وبعد فلان وضحى على خاطري وفي الاخر ما تفكروش انا ما قلت لهم جيبوا لي راه ما جيبوليش ما نحبش الحمد لله يا ربي من جميع وسلم زهير وربي يفضلوا اما كوميم واحد يتفكر حتى بالتليفون مثال هذه باترا طيبه من احباء الملعب او احباء على راسك ريتها نصلي على النبي احنا دمنا احمر واخضر ما يتنحش للممات ما تيح استاد ما شنو هذا كان بنك جندوبي وهذا كان بنك مغيربي وهذا كان بنك عبد الله هي امي ربتهم الثلاثه زدتهم محسن ونشكر عبد المجيد جوبرديني من الاسبيرانس قل قايل من صفاقس نادي صفاقسي علاش هما يجوني يرحم والديك. رانا علاقات الملعب التونسي والنادي الصفاقسي يلزم يحافظوا عليها علاقات فريق واحد. كانت الملعب التونسي والنادي التونسي كان عندنا رئيس شرفي اللي هو كان سي عبد المجيد شاكر وكانت يعني ظروف كانت طيبه بيننا وبينهم. الاكثر كله في الستينات كنا 7 طلبه نقراو في تونس نلعبوا في النادي الصفاقسي كنا ندربوا هنا في بارد. ان شاء الله اللي قالته الكل نعوضوه ونقفوا معاه في الوقت المناسب. عبد الله تاريخ عبد الله صنع من الناس اللي صنعت تاريخ الملعب التونسي نشكر ياسر قناة الزيتونة اللي معناتها عندما اتصلنا بها معناتها قامت بالواجب مع تنسيق مع سي عبد المجيد القمطيني بارك الله فيكم الكل ولقيان. علاش ما نعملوش دورة لسي عبد الله اللي كل عام نعملوها دورة المرحوم عبد الله الطرابلسي. عبد الله موجودة في الروح في أختنا بيا ما ماتش هو اللي يحب يتذكر عبد الله هاي اختنا قدامنا. احنا ثله من احباء الملعب التونسي اليوم عملنا بادره باش نكرموا الحارس العملاق عبد الله الطرابلسي. ديما نحاول نذكر باللاعبين معناها اللي قدم هذوما اللي عطاو برشا الملعب التونسي وان شاء الله مسؤولين الملعب التونسي ديما يتفكروا اولادهم وان شاء الله باذن الله معناها احنا باش نكملوا على نفس المنوال هذا باش نكرموا عديد اللاعبين اللي معناها شرفوا الملعب التونسي وبلوا مريول الملعب التونسي.